السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنعمل اول صنف من منيو مطعم براك. بجد الصنف لذيذ جدا وسريع جدا ومش ب15,000 جنيه ولا حاجة. والمكونات كلها او معظمها هيكون في كل بيت، وحتى لو في حاجة ناقصة مش هتكمل ان الطبق يبقى ب950 زي ما هو مكتوب. معانا النهاردة طبق علي ناظر. هنبدأ الأول بالمكونات، طبعا كلها هكتبها في الديسكريبشن بوكس. هجهز الأول عندي البتنجان. أنا عندي حوالي نص كيلو أو أزيد بشوية. البتنجان هقعد أغرزه بالسكينة كده علشان يستوي أسرع. وهدخل البتنجان ده والفلفل والثوم الفرن لغاية ما يتشووا، لغاية ما يستوي يعني في الفرن. هبدأ ان انا اجهز عندي اللحمة. عندي هنا نص كيلو لحمة، واللحمة بنقطعها صغير خالص، مكعبات صغيرة خالص خالص. اول ما اللحمة تاخد الصدمة بتاعتها ولونها يتغير، اول ما لونها يتغير كده هنزل عليها بالتوابل اللي عندي: فلفل اسود وملح وبابريكا وزعتر. وحطيت من عندي شوية بهارات سبع بس مش كتير. هقلب فيهم بقى لغاية ما اللحمة تنزل ميتها وتشرب ميتها. ولما تشرب ميتها هحط عندي معلقة كبيرة قوي من السمنة او الزبدة، بس انا حطيت سمنة بلدي. هشوحها شوية في السمنة وانزل عليها بمعلقة كبيرة من الصلصة، وهقلب فيهم شوية مع بعض على النار. بعد كده هنزل عليهم حوالي نص كوباية مية ان هي تغطي بس اللحمة، وهسيبها على نار هادية خالص تستوي براحتها. عندي خلاص البتنجان استوى. هبدأ ان انا انزله زي الافوكادو كده. هخرج قلبه كده بالمعلقة. وبعد كده عندي الثوم، برضو هاخد الثوم حوالي 4 أو 5 فصوص ثوم مشويين، وهفضل بالسكينة كده ان انا اقطع فيه. هو يعني اصلا مهري خالص، فهو هيتقطع معايا بكل سهولة. وبعد كده هنزل بيه في بولة، وانزل عليه بكوباية زبادي يوناني حوالي 300 جرام. بعد كده هقلب كويس قوي، وهزود ملح وليمون وفص ثوم ني. دلوقتي دي شكل اللحمة عندي خلاص استوت، يعني استوت خالص. انا بقى هسيب اللحمة على جنب، وهنزل بالبتنجان ده هديله تشويحة بسيطة بس على النار. البتنجان اهو بعد ما شوحته هنزله في الطبق اللي عندي بالشكل ده كده. وبعد كده هنزل باللحمة على الوش. هو ده الطبق، سهل جدا وسريع جدا وطعمه فعلا مميز. وهنزين بقى بقرنين الفلفل اللي احنا كنا شويناهم مع البتنجان. وبجد احلى طبق هتاكلوه، ومش خالص ب950. هي الطبق ده مكوناته نص كيلو لحمة ونص كيلو بتنجان والزبادي اليوناني. يعني مش هيكمل نص المبلغ، هو ازيد من الربع بشوية. شايفين بقى الشكل خطير، وبجد فعلا الطعم خطير. اضمن لكم ان هو هيبقى حلو. جربوه وقولوا لي رأيكم، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.